النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا والناس دايما بتتلخبط فيها، وهي الفاينل والكونست كيوردز. الحاجتين دول مهمين جدا بالنسبة لنا ولازم نكون فاهمينهم كويس. فقبل ما نشرحهم تعالي الأول نعرف variable ونفهم كل حاجة إن شاء الله. أول حاجة تعالى نعرف variable مثلا من النوع integer ونسميه x هيساوي وليكن 5 ونحط سيميكولون. طيب انا اول ما عملت كده، يعني انا اول ما كتبت انتجر واكس بيساوي 5، ايه اللي حصل عندي في الميموري؟ انا قلتها قبل كده. طيب تعالى ناكد عليها تاني ونفهم ايه اللي بيحصل. بداية كده انا اول ما كتبت انتجر اكس بيساوي 5 على طول البرنامج راح لي في الميموري وراح واخد بوكس زي كده مكان فاضي وحط فيه الخمسة وسماه اكس. طيب انا دلوقتي عايز اغير القيمة دي، يعني مثلا عاوز اخليها رقم تاني. طب تعال كده نغيرها ونشوف. يعني عايز مثلا اقول ان الاكس دي هتساوي مثلا 7 واحط سيمي كولون. طيب انا اول ما اعمل كده ايه اللي بيحصل؟ تعالي الاول نطبع الاكس ونشوف ايه اللي بيحصل. هنكتب جملة الطباعة اللي هي برنت عادي جدا، وهنحط الاكس اللي هي الفاريبل وهنحط في الاخر سيمي كولون. طلع لك الناتج هنا ب7. ليه ما طلعش الناتج ب5؟ لان فعلا اول ما انا كتبت انتجر اكس بيساوي 5 هو راح على الميموري على طول وجاب مكان فاضي وحط فيه القيمة 5 وسمى المكان ده اكس. طب انا بعد كده غيرت القيمة دي ل7، فهو جه راح شايل الخمسة دي وراح كاتب مكانها 7. كده بقت الاكس قيمتها ب7 مش ب5. طيب انا في الحالة دي كده اقدر اغير زي ما انا عايز. يعني لو كتبت اكس تاني بيساوي 6 وجيت عملت رن هيطلع لك برضو 6. فهو كل ما انت بتعدل هو بيمسح القديم وبيحط الجديد. تعال بقى نرجع لموضوعنا اللي هو الفاينل والكونست. خلينا اول حاجة نشوف ايه وجه التشابه ما بينهم. هما الاتنين زي بعض بالظبط في انهم بيخلوا القيمة ثابتة. يعني لو جيت كتبت هنا مثلا فاينل، خلينا نمسح دي الاول، هيدينا هنا ايرور ويقول لك ان the final variable x can only be set once. يعني هو ما ينفعش يتحط غير مرة واحدة بس، يعني هو لازم ياخد القيمة في الاول هنا وخلاص. ده معناه انه جه وحط رقم 5 وقفل البوكس على كده وخلاص، يعني ما ينفعش تتغير تاني. لو جينا احنا عملنا الاكس بتساوي 7 هو هيدي لك ايرور ويقول لك ان دي فاينل. طيب بالنسبة للكونست، الكونست نفس النظام برضو بتشبه الفاينل. يعني لو جينا خلينا دي كونست وهيقول لك ان الكونستانت فاريبل can't be assigned a value، وفي الحالة دي انا لازم طبعا اشيل السطر ده. كده احنا عرفنا وجه الشبه بين الكونست والفاينل، وقلنا ان الفاينل والكونست متشابهين في انهم بيخلوا القيمة ثابتة ما ينفعش تتغير بعد كده. طيب تعالى بقى نشوف وجه الاختلاف بين الاتنين. عندنا الفاينل بتكون موجودة اثناء الران تايم والكونست بتكون موجودة اثناء الكومبايل تايم. طيب يعني ايه بقى ران تايم وكومبايل تايم؟ تعالى نفهم النوعين بالراحة. يعني مثلا انا لو قلت ان الاكس دي مثلا، خلينا الاول نخلي دي فاينل. لو قلنا ان انتجر الاكس بيساوي 5 وخليناها فاينل، احنا بنقول ان فاينل بتشتغل في الران تايم. فده معناه ان انا وقت ما اضغط رن هيبدا يروح يشوف الاكس دي فيها ايه ويبدا يحطها في الميموري. يعني مثلا خلينا انا دلوقتي مش عارف قيمه الاكس دي بكام، وقيمه الاكس دي موجوده مثلا على النت، والمفروض هو يروح يجيب القيمه دي وبعد كده يطبعها لي او يعمل عليها اي عمليات. ففي الحاله دي انا بستخدم فاينل، لان كده لازم استنى لوقت الران تايم علشان يبدا يجيب لي الداتا. طيب تعالى نشوف كونست. لو خلينا دي مثلا كونست، او تعالى نكتب سطر جديد ونقول كونست انتجر وواي مثلا ونحط سيمي كولون. طبعا قلنا ان الكونست بتشتغل اثناء الكومبايل تايم. طيب ايه الفرق بين الران تايم والكومبايل تايم؟ احنا عرفنا ان الران تايم بتكون اول ما بضغط كلمه رن، اول ما بعمل رن بيبدا يروح يجيب لي الداتا ويعرضها. اما الكونست بتكون اثناء الكومبايل تايم، يعني وقت ما انا بكتب الكود. يعني اول ما اكتب كونست انتجر اكس بتساوي 8، ده معناه ان القيمه دي ثابته ومش هتتغير تاني، وبيروح على طول في الميموري ويحط الاكس مثلا او الواي قيمتها ب8. طيب احنا كده فهمنا ايه الفرق بين الران تايم والكومبايل تايم، واننا بنستخدم فاينل اثناء الران تايم والكونست مع الكومبايل تايم. طيب تعالى كده نكتب مثال بسيط علشان نحاول نفهم الموضوع اكتر. خلينا نشيل الكلام ده. في عندنا موجود حاجة ثابتة اللي هو غليان الماء. فاحنا لو كتبنا مثلا var boiling temp، درجة غليان المية مثلا بتساوي
وهي معروفة ان هي 100 درجة سيليزية مثلا. ممكن حد يجي بعد كده ويقولك ان البويلنج تيمب اللي هي درجة غليان المية بتساوي 200. طيب هل الكلام ده كده صح؟ طبعا الكلام ده غلط، لان البويلنج معروفة دي حاجة ثابتة وما ينفعش تتغير، ان درجة غليان المية عند 100 درجة سيليزية. ففي الحالة دي انا بستخدم معاها كونست. طيب هتقولي انا ليه ما استخدمتش فاينل؟ لان هنا دي حاجة ثابتة، مش محتاج ان انا لسه اعمل ران تايم علشان اشوف القيمة بتاعتها، لا دي حاجة ثابتة بالنسبة لي. يبقى احنا كده عرفنا ان كونست بنستخدم معاها الحاجات الثابتة. تعال افكرك بحاجة بسيطة، ان الفاينل دايما بتكون اثناء الران تايم. مثال بسيط على كلمة فاينل ان انا بستخدمها مثلا لو عايز اجيب الساعة الان او اليوم، فهو اصلا ما يعرفش، هو كده لازم يروح يشوف الوقت كام وبعد كده هيرجعهولك. باختصار شديد جدا، انا امتى هستخدم فاينل وامتى هستخدم كونست، دي اهم حاجة. انا هستخدم فاينل لما يكون في داتا لسه البرنامج هيجيبها او يقرأها، زي ما قلنا مثلا ان انا عايز اشوف الوقت. وهستخدم كونست مع اي حاجة هتكون ثابتة، زي مثلا قيمة الباي. احنا عارفين ان الباي بتساوي 3.14 فما ينفعش انا مثلا اخليها فاينل، دي حاجة ثابتة مش هتتغير بعد كده. فمن الطبيعي ان انا هستخدم في الحالة دي كونست. يا رب يكون عرفنا الفرق بين كلمة فاينل وكلمة كونست. ولو ليك اي سؤال او مش فاهم حاجة اكتب لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليك فورا. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.